كاساي جندي ومحمد العبود كانوا معروفين في لندن بأنهم أشخاص محتالة، لكن بعد استهدافهم لسيدة عندها 71 سنة بخطة للاحتيال عليها وسرقة ممتلكاتها بالكامل في لندن، اتجاوزوا كل الحدود. وكمان الأمور اتحولت للأسوأ بعد الوضع ما دفعهم لقتلها بطريقة وحشية. ومش بس كده، ده حتى بعد وفاتها اتصرفوا القتلة بطريقة فيها استهتار ولا مبالاة باللي عملوه، وبدأوا بتسجيل مقاطع فيديو تيك توك في بيت الضحية، واللي قالوا بعد كده إنها كانت مقاطع فيديو للتفاخر والاستعراض والشماتة على ممتلكات الضحية المسروقة. الفيديوهات دي يشاء القدر إنها تتسجل علشان العالم كله يشوف ويعرف حقيقة كاساي ومحمد، اللي ما كانوش يتخيلوا أبدا إنهم كل فيديو بيصوروه بيزودوا بيه الأدلة المباشرة ضدهم، واللي هيضطروا يواجهوا القانون بسببها. إيه اللي حصل في القضية دي من البداية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض وإحنا بنحكي تفاصيل قضيتنا. وقبل ما نبدأ كالعادة تنوروني بالاشتراك وتصلوا على النبي في كومنت واستعدوا لتفاصيل قضيتنا. النهاردة هنروح للندن اللي ممكن نقعد نحكي ساعات بس عن القصص الغامضة والغريبة والمخيفة اللي حصلت هناك على مر التاريخ، من أول السفاحين للسجون التاريخية اللي موجودة في أماكن كتير في المدينة. لندن أكتر مدينة مشهورة بماضي مخيف وناس شريرة ما عندهاش رحمة وقصص تخلي العقل يقف عن التفكير. قضية النهاردة في منطقة ووتر بارك، وهناك بنشوف سيدة أعمال مهمة جدا اسمها لويس كان. لويزا عندها 71 سنة، سيدة أعمال مطلقة وأم لطيفة لولدين، واحد منهم اسمه جريج. لويس كانت قريبة قوي من ولادها وكان ليهم الأولوية دايما في حياتها، وعملت كل اللي في وسعها علشان تقدم لهم حياة محترمة وفيها رفاهية عالية. وكل ما كانت تكبر في السن تفكيرها كان دايما بيزيد بخصوص مستقبل ولادها، وعلشان كده ومن زمان وقبل ما تتطلق بدأت هي وجوزها مشروع تقديم أكل. واحدة واحدة المشروع ده نجح جدا، لدرجة إنه في سنة 2020 لويز امتلكت عقارين في شمال لندن، وامتلاك بيت في لندن يعتبر إنجاز كبير، لأن لندن تعتبر من أغلى المدن في العالم. حتى البيوت اللي في الضواحي غالية جدا هناك، يعني امتلاك بيت صغير في لندن ممكن يكلفك أكتر من $1,000,000. ودلوقتي أقدر أقول لكم إن العقارين اللي امتلكتهم لويز تمنهم أكتر من $5,000,000. واحد منهم كان في ويلسون شمال غرب لندن، والتاني كان في حي بارنيت اللي على طريق فارم رود. وده العقار اللي سبب قضية النهاردة. العقار ده بيتكون من 4 غرف نوم، ولأن لويز مش بتعيش فيه كانت دايما بتأجره، وده طبعا كان بيدخل لها مبلغ مالي محترم كل شهر. في بداية 2021 البيت كان فاضي مش بيتأجر، ولويز كان العمر اتقدم بيها وعندها 71 سنة. بدأت تفكر إنها تبيع العقارات وتجمع الفلوس وتسيبهم لولادها، لأنها خافت بعد وفاتها ولادها يواجهوا مشاكل في بيع العقارات دي، وما كانش عندها أي استعداد تخسر $1. في الوقت ده اتصلت بيها صديقة مقربة ليها وقالت لها إن في شاب عنده 24 سنة عايز يشتري عقار من العقارات الاستثمارية في لندن، واسمه كاساي جوندي. كان كاساي من سكان منطقة هارو وبيشتغل شيف في مطعم ياسمين شام للمشويات. طبعا أنا سمعاكوا دلوقتي بتسألوا نفسكوا إزاي شيف في محل مشويات هيشتري عقار استثماري بالمبلغ ده؟ أحب أقول لكم إن رغم شغل كاساي المتواضع إلا إنه كان معرف الناس كلها إنه ليه صديقة غنية جدا وهي اللي عايزة تشتري البيت، بس بما إنها بتشتغل خارج المدينة فهي موكلاه يشتري لها البيت بالنيابة عنها. في الأول لويز راحت لمحل المشويات عشان تشوف كاساي ده، بس واحدة واحدة لويز بقت زبونة دايمة في المكان وبدأت تتكلم مع كاساي وتتعرف عليه أكتر. هو حكالها حاجات كتير تخص حياته، يعني قال لها إنه من فترة اتعرف على واحدة اسمها آنا كانت زبونة في المحل. أنا عندها حوالي 60 سنة، ورغم فرق السن اللي بينهم لكن هو حبها واتجوزها. وعرف لويز إن أنا غنية جدا. كاساي كان دايما في كلامه بيحاول يعرف لويز إن الستات اللي يعرفهم معاهم فلوس وأغنية، بس هو بيشتغل من باب إنه يكون له وظيفة مش أكتر. للأسف الكلام ده
ما كانش معروف للويز إذا كان كذب ولا حقيقة، وفي الواقع الكلام ده كان كله كذب. كاساي كان متجوز فعلا، بس من واحدة مختلفة تماما وعنده منها 3 ولاد. ورغم كده كاساي كان مكمل في خداعه لويزا، وكل ما يشوفها بيركب عربيات غالية أودي أو تويوتا. العربيات دي كاساي كان أخدهم من واحدة مسنة اسمها آنا، ووعدها إنه هيدفع لها تمنهم، لكن هي ما كانتش عارفة تاخد منه دولار واحد. طبعا انتوا كده بدأتوا تفهموا القصة رايحة على فين. والعربيتين دول دورهم كان مهم جدا في خطة كاساي، وقدر يخدع بيهم لويز بزيادة، واقتنعت انه شاب غني ومعاه الفلوس اللي يقدر يشتري بيهم بيتها. وفي النهاية وافقت لويز على انهم يجتمعوا في العقار بتاعها يوم 26 يوليو سنة 2021، وقالت لكاساي إن المحامي بتاعها هيكون موجود لتسجيل إجراءات نقل الملكية. لكن كاساي كان جاهز بخطة عبقرية، وقدر يقنع لويز إنهم يبيعوا العقار من الباطن، وده علشان يقدروا يهربوا من الضرايب اللي هتفرض عليهم مبالغ كبيرة مقابل بيع وشراء البيت. طبعا الحل ده يعتبر استفادة ليهم هما الاتنين. لويز في الأول اترددت وشكت في الموضوع، ولما حكت لابنها جريج برضه ما اقتنعش، ونصحها تاخد المحامي وتمشي في الإجراءات بطريقة قانونية. بس بعد تفكير لويز لقت إن كلام كاساي مقنع ليها وهيوفر لها مبلغ زيادة لولادها، ووافقت على فكرة كاساي واتفقت معاه يتقابلوا في ميعادهم وينفذوا البيع. وتاني يوم الصبح اللي هو يوم 26 يوليو 2021 خرجت لويز من بيتها، وقبل ما تروح تنفذ البيعة مع كاساي راحت قابلت صديقة ليها في مول سبايرز الموجود في بارنيت. وللأسف محدش كان يعرف إن دي هتكون آخر مقابلة للويز، ومحدش هيشوفها بعدها. اليوم التاني اللي هو 27 يوليو 2021 لويز ما كانتش رجعت بيتها، وكمان جريج ابنها بدأت تجيله رسائل غريبة جدا من والدته، وكانت رسائلها مش طبيعية، والأكتر إن محتواها ملهوش معنى. جريج لقى إن والدته كاتباله في الرسائل إنها بتسرق فلوس من شخص في لندن، وكانت لازم تهرب للصين لأن الشرطة بيدوروا عليها، وقالت له إنها هتبدأ حياة جديدة هناك بثروة مسروقة هي ما تعبتش فيها. الرسائل دي ما كانتش منطقية لجريج وقلقته بشكل كبير. حاول يتصل بمامته علشان يفهم منها إيه اللي بيحصل بالظبط، بس تليفون لويز يا إما كان مقفول أو ما كانتش بترد عليه. الوضع ده قلق جريج زيادة، وقعد يفكر في تصرفات مامته، ولقى إنها عمرها ما لمحت قدامه بسرقة أو هروب أو حتى إنها بتفكر تروح للصين أصلا. شك جريج في إن في حاجة غلط بتحصل خلته يلجأ للشرطة، وفعلا الشرطة اتأكدت إن لويز ما خرجتش من المدينة، وبدأوا يجمعوا معلومات عن لويز من القرايب والأصدقاء والجيران. بس المعلومات اللي فادت الشرطة كانت من صديقة لويز اللي أصلا وصلتها لكاساي وقالت لها عليه. الصديقة دي بلغت الشرطة إن اليوم اللي اختفت فيه لويز كان عندها ميعاد مع كاساي في العقار اللي كانت هتبيعهوله. بسرعة الشرطة اتحركت للعقار ده واللي كان في حي بارينيت اللي على طريق فارم رود. البيت ده المفروض إن محدش ساكن فيه، بس رجال البوليس لاحظوا إن البيت مش مترتب، وفيه أطباق مش نظيفة في الحوض وعلب لوجبات جاهزة. واضح جدا إن حد استخدم البيت وعاش فيه في خلال الأيام الأخيرة. يا ترى هي لويز أو حد تاني سيطر على البيت؟ رجال البوليس ما وصلوش لإجابة، وما لقوش دليل يوصلهم للشخص اللي كان عايش في البيت، وعلشان كده لجوا للبحث عن كاساي اللي المفروض إنه كان عنده ميعاد مع لويز في نفس اليوم. وفعلا تم إحضار كاساي للتحقيق وسؤاله عن لويز. ساعتها كاساي رفض يتكلم تماما، ورجال التحقيق اتحفظوا عليه لأنهم كده اتأكدوا إنه يعرف مكان لويز. وبعد يومين من البحث رجال البوليس لقوا عربية لويز اللي كانت معاها يوم اختفائها. السيدة اللي كان معاها العربية اتصدمت لما شافت الشرطة بتقبض عليها، وقالت إنها لسه شارية العربية دي من شخص اسمه محمد العبود، وأكد لها إن هو مالك العربية. بعد ما الشرطة دوروا على محمد ده لقوا إن هو بيشتغل موظف توصيل طلبات في نفس المطعم اللي بيشتغل فيه كاساي، وطبعا قبضوا عليه. محمد العبود عنده 28 سنة، اتولد في رومانيا وما يعرفش أي حاجة عن ماضيه،
محمد بقى هو المشتبه فيه الرئيسي في قضية اختفاء لويز، ومن قبل ما المحققين يتكلموا معاه لاحظوا إنه من أكتر الشخصيات اللي لا تطاق اللي ممكن تقابلها في حياتك. محمد كان عنده أكاونت على تيك توك بيعمل فيه فيديوهات مستفزة ومن غير أي قيمة. المفاجأة بقى إن الفيديوهات الأخيرة لمحمد كلها كانت من بيت لويز. وده بيأكد إن هو اللي كان عايش في البيت، وطبعا اتوجه له تهمة اختفاء لويز. وقتها كاساي حس إن خلاص الحكاية اتكشفت وقرر يعترف بالحقيقة ويحاول ينقذ نفسه. اعترف كاساي بأنه هو ومحمد اتفقوا يسرقوا كل ممتلكات لويز، وبعد ما كاساي أقنعها تبيع البيت من الباطن قال لها إن هو هيجيب المحامي اللي بيتعامل معاه. وطبعا انتحل شخصية المحامي ده محمد العبود، واتفقوا يتقابلوا يوم 26 في البيت. في تحقيقات الشرطة قدروا يوصلوا لصورة لويز من كاميرات المراقبة اللي في الشارع، ولقوا إنها في يوم 26 يوليو كانت راكبة عربيتها اللي من ماركة BMW ورايحة في اتجاه البيت اللي هتبيعه. معنى ده إن المقابلة بينهم تمت بالفعل. الكلام ده ما أنكرهوش كاساي، وحكى إن محمد كان بيعيش في البيت بشكل غير قانوني من قبل ميعادهم مع لويز بأيام، وكان بيجيب صاحبته ماريا ويصوروا مع بعض فيديوهات للتيك توك للتفاخر قدام الناس إنهم أغنياء وحاجات تشبه كده. محمد كان متحمس جدا إنه يعيش في البيت ده على طول، وعلشان كده جهز نفسه يوم المقابلة على إنه المحامي. وكاساي قال إنه اتفق معاه إن خطتهم مفيهاش رصاص، هما مجرد هيمضوها على ورق بيع لكل ممتلكاتها على أساس إنه ورق بيع للبيت من الباطن، وبكده خطتهم هتكون نجحت. لكن بعد وصول لويز البيت وشافت محمد ما اقتنعتش من شكله المبهدل ده إن ده محامي، وحست إن في حاجة مش مظبوطة وامتنعت عن التوقيع، وقررت تجيب المحامي بتاعها يحضر البيت. ومش بس كده، لويز قالت لهم كمان إنها عايزة تقابل أنا اللي هي المشترية الأصلية للبيت، ولو ما شافتهاش مش هتبيع. وقتها محمد وكاساي فهموا إن خطتهم بتبوظ، ولجأوا في نفس اللحظة للخطة البديلة، وهي إن محمد مسك الاستشوار وخنق لويز بالسلك بتاعه، وبعد ما اتأكدوا إنها ماتت لفها هو وكاساي في الحاف وحطوها في صندوق القمامة اللي في الجنينة، وكأنهم ما عملوش أي حاجة وعاشوا حياتهم بشكل طبيعي. وتاني يوم محمد بدأ يصور فيديوهات في البيت ويرقص، وكمان عمل هاشتاج باسم البيت. طبعا ده بيوضح إنه مش فارق معاه البني آدمة اللي هو قتلها. ده مش بس كده، ده كمان محمد أخد عربية لويز وراح باعها، وبتمنها جاب ملابس كتير غالية واستعد بقى لعيشة الطبقة الثرية. بس محمد وكاساي بدأوا ينتبهوا إن أهل لويز هيدوروا عليها والبوليس ممكن كده يوصل لهم، وعلشان كده بدأوا يبعتوا رسائل لابنها جريج، وكانوا فاكرين إنه لما يقرأ الرسائل هيقتنع إن أمه هربت وهيخاف يبلغ الشرطة ليتكشف أمرها. واتبقى قدامهم آخر مشكلة، وهي جثة لويز اللي في صندوق القمامة، وفكروا إنهم يتخلصوا من الصندوق وأخدوه وحطوه مع الصناديق العمومية في الشوارع على أساس إن الجثة لما تتكشف ما يتعرفش مين اللي حطها في الصندوق. بس خطتهم ما كملتش، لأن الشرطة قبضت عليهم قبل ما الجثة تتكشف، وراحوا رجال الطب الشرعي والشرطة وجابوا الجثة من الصندوق ولقوا جنبها قفازات عليها الحمض النووي الكاساي. وبتفتيش بيت محمد لقوا فيه الاستشوار المستخدم في الجريمة، وبكده اتحولت القضية للمحكمة. وأثناء المحاكمة اتوجهت أنا للمحكمة وشهدت أن كاساي أخد منها عربيتين، واحدة أودي والتانية تويوتا، وبيتهرب منها وما دفعش تمنهم. وجت شهادة ماريا اللي أكدت إنها ما كانتش تعرف إن البيت مش ملك لمحمد. ويوم الجريمة شافت لويز في البيت وكانت بتتكلم مع محمد وكاساي بطريقة عنيفة. وقتها كاساي قال لها إنهم بيتكلموا عن صفقة شغل، وأخد ماريا وخرجها من البيت وراح تسوق معاها شوية، وبعدها هي روحت. بس تاني يوم راح لها محمد واتقابلوا، وهو سايق كان سرحان وبيقول إنه مش مصدق إنهم قتلوا، ولما سألته بيقول إيه غير الموضوع وقال إنه بيهزر. وقتها المحققين عرضوا فيديوهات محمد على التيك توك
على هيئة المحلفين. الفيديوهات دي كشفت عن شخص نرجسي مهووس بالثروة والفلوس، وما ظهرش فيها أي قيمة أو احترام لحياة إنسان. كاساي ومحمد ما قالوش أي حاجة قدام المحكمة، وعلى الرغم من إن شهادة ماريا كانت ممكن تثبت إن كاساي ما كانش موجود في البيت وقت الجريمة، لكنه فضل ساكت، ما حاولش يدافع عن نفسه ولا يقول أي حاجة. المحلفين هنا ما بقوش عارفين مين فيهم مرتكب الجريمة الأصلي. وبعد مداولة هيئة المحلفين أصدروا حكمهم في 16 يناير 2022، ووجهوا تهمة قتل لويز لكاساي جندي ومحمد العبود، واتحكم عليهم بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط ل 35 سنة. وفي آخر المحاكمة ختم القاضي مارك لوكوكرافات إجراءات المحكمة بكلماته الأخيرة، وقال إن القضاء ممتن لأن هيئة المحلفين أخذت وقتها ولاحظت الأكاذيب والأفعال الدنيئة للمجرمين، وشكر رجال الشرطة لسرعتهم في إثبات أن لويس اتعرضت للأذى، وجمعوا الأدلة لتقديم قضية قوية ومقنعة لعرضها على هيئة المحلفين. ولحد هنا بيخلص فيديو النهاردة، واشوفكوا على خير في فيديو جديد.